في فيديو النهارده هنجيب واحد من الأربعة اللي موجودين في الباك وهنجربه مع بعض وهنشوف كده يا ترى حظنا هيكون كويس في الاختيار ولا لأ. فتعالوا ندخل على طول على فيديو النهارده ونشوف الأحداث دي. يلا بينا يا شباب. بس قبل ما أقرر إن هختار مين، عاوز أقول لكم إن في كل يوم معانا بيكون واحد فايز بسيلفستر أو أحمد حسن على حسب اختيارك أنت. كل اللي عليك إن أنت بتنزل تضغط لايك وتكتب كومنت وتشترك معانا هنا في القناة، ويلا بينا على طول على الاختيار. في الأول يا شباب قبل ما نختار عاوز أقول لك على كام نصيحة هتفيدك جدا في الاختيار. بس قول لي أنت اخترت ولا لأ. لو أنت جبت حد انزل قول لي جبت مين ويا ترى عامل معاك ايه. بالنسبه لاول واحد اللي هو برناندو سيلفا، بص يا جماعه هو بيلعب في مركز الار دبليو اف مع اسلوب الكرييتيف بلاي ميكر، فمش هيكون كويس. فانت هتلعبه في مركز الاي ام اف او مركز السي ام اف، تمام؟ فالمركزين دول هيكونوا كويس لاسلوب اللعب بتاعه. ولكن لو انت معاك بقى اسكو فبلاش ان انت تفكر فيه، عشان اسكو طبعا يعوضه بكتير وزيه بالظبط. لكن لو انت ما قدرتش تجيب اسكو بسبب ان انت ما قدرتش توصل ديفيجن 1، فهات برناندو لو انت محتاجه، تمام؟ هنيجي للاعب التاني هنركنه دلوقتي ونتكلم على السي بي اللي هو ماركينيوس. بالنسبه لماركينيوس يا جماعه فهو لاعب كويس جدا، ولكن عيبه البطء. هو طويل يعني بالنسبه ليه، معاه مهاره الهيدر، فكر فيه شويه. يعني انا مش بنصح بيه قوي عشان بطيء شويه. هنيجي بقى لمركز الدي ام اف اللي هو هندرسون. بالنسبه لهندرسون يا جماعه مميز جدا بالمهاره اللي سبيشال اللي هي مضافه ليه، فده هيكون خيار كويس برضو معاك. بالنسبه بقى لروبرتسون فاللاعب ده مميز جدا في الايدج كروس وهيكون كويس. ولكن لو انت بتفكر فيه لا، هقول لك تجيب الاول او الافضل تجيب سيلفستر من الشحن. يعني انت تروح تجيب سيلفستر وبعد كده هات المركز تاني ناقصك، سواء ده او ده او ده. يعني بلاش ده دلوقتي، هات سيلفستر بيلعب بنفس المركز اللي هو ال بي وهيكون افضل منه، وهيكون طبعا لاعب ايبك، فالافضل ان انت تجيبه. طيب انا بالنسبه لي مش فارق معايا اي حد في الاربعه، وانا مش بفكر في حد. لو انت فعلا مش هتشحن سولفستر فهات. انا بالنسبه لي مش هشحن سولفستر عشان كده كده معايا طبعا جوردي ألبا، فهيكون افضل معايا جاريس بيل. فانا هجيب ده لمجرد التجربه مش اكتر، انا كده كده مش محتاجه، تمام؟ مجرد ان انا اجيبه للتجربه بس مش اكتر، وافرجكم الدنيا ماشيه ازاي بيه. طبعا جبناه اهو، هنجربه دلوقتي كام مباراه. طب يا رجاله انا في الديفيجن 1100 معايا 1929 نقطه. هننزل طبعا اللاعب، انا مجرد بجربه مش اكتر، انا مش محتاج اي لاعب يعني. يعني اللعبه اللي بجيبها ببقى قاعده بره. هنخرج مين؟ نخرج مين؟ ما ليكن نخرج مثلا هازارد وهنحطه مكان جوردي ألبا، وهنديله تطويره كويسه. انا منزل لكم فيديو للتطويرات كامله. هنعمل تطويره اوتوماتيك، وبعد كده هتقلل شويه في السرعه وهتديها في الباص. نتفرج كده على التمرير عنده. التمرير بقى 95 والسرعه بقت 93. كده الرفعة بتاعته هتبقى حلوة جدا. طبعا انا هديله بوستر كده بشكل عشوائي، هو المفروض ان انت بتديله كروس، فانا هديله اي حاجة بقى زي ما تجيله. يعني دي اديته في ايه بقى؟ في الفينش يعني والكيرل، طالما فيها في الكيرل هسيبها له بس شغال معاه. هندخل نجربه بقى مباراة ونشوف كده في الديفيجن هنعمل ايه. يلا بينا رجال. وجالنا منافس ومصنف 22,700 على العالم. طيب تمام، سهمه كويس. نشوف كده تشكيلة المنافس. بيلعب ب4-2-1-3. جاب هندرسون وجاب سيلفستر زي ما قلت لكم. بص هنا استفاد بالاتنين. يا سلام عليك يا هندرسون، شفت يا جدعان القطعة دي؟ حلو والله. ورفع كريستيانو، ورفع. يا راجل يا راجل حط. واحدة تانية. يا عاوزين نجربها يا جدعان، عاوزين نجرب الراجل بيرفع. هندرسون قافل كويس. عاوزين نجربه. يلا يا راجل بقى، يلا بقى يا جدع. مفيش فايدة، مفيش فايدة. حط بقى جون بقى يا جدعان، في ايه؟ يا عم خش جون بقى. ايه يا جدعان الحظ ده؟
اخيرا. ايه، خلصت المباراة بعد عذاب يعني. بصراحة صعب المباراة دي يا جماعة. كام شوطة؟ 8 شوط، ما شاتش غير كرة واحدة، 4 سيف. بس بصراحة هو حلو، روبرتسون حلو. هنجربه ماتش تاني. يا ترى مين الزمالك بطل افريقيا؟ اوف، مصنف يا رجالة. تشكيلته 4-2-2-2. ده تشكيلة ضعيفة ولكن هو مصنف يعني، بيلعب بيها حلو. بيلعب ايه؟ كويك كونتر. لويس، يلا رونالدو. حط رونالدو الجون الاول في المصنف. يا راجل، يا سلام عليك. الراجل غير خطته خالص، عملها في حتة تانية. بيلعب على الناحية التانية، جاب الفريق كله الناحية التانية. حط كولر، هو ده المعلم بتاعه كله. ايوه. حلوة يا ابن اللذينة. لا لا، هالاند، لا هالاند. شيل. وانتهت المباراة. هناخد منه كام نقطة ده؟